السلام، غنشارك معكم تتبيله ديال الكفته. نهار غادي تجربوها ما غتخطاكمش، كتجي لذيذه وما ناشفاش من الداخل. فاول حاجه كناخذوا بصله، كنضيفوا عليها 2 دروس الثومه وبيضه والمعدنوس، وكنطحنوا الخليط مزيان على هذا الشكل. هنا عندنا نص كيلو ديال الكفته، كنضيفوا لها الخليط والتوابل اللي فيهم معلقه صغيره ديال الملح، ديال الكمون وديال البزار، ومعلقه ديال البابريكا والفلفل الحار اختياري، نص معلقه ديال البيكربونات كتخليها هشيشه بزاف، وهنا 3 ديال المعالق كبار ديال لاشابلور، وهنا معلقه كبيره ديال مركز الفلفل الاحمر. اللي ما عندكمش ديروا مركز الطماطم. كنخلطوا المكونات مزيان وكنخليوها ترتاح على الاقل ساعه قبل ما نطيبوها باش كيدخلوا فيها العطريه. انا كنطيبها هكا بشويه ديال زيت الزيتون، اولا يمكن لكم دير الزبده. صدقوني كتجي احسن تتبيله ديال الكفته، ما تشبعوش منها. انا هكا يا اما كنديرها ساندويتشات كتشويوها على الفخار ولا على المقله، كتجي رائعه بزاف. كما يمكن لكم تقدموها مع خضار هكا صوتي. من نهار